من قلب سوريا الحدث أحداث الثورة. بدأنا بثورة سلمية، كيف تحولت إلى ثورة عنفية؟ من هم القائمون على الثورة السورية؟ وهل ننشد لمجتمع مدني أم لحكم عسكري آخر؟ نقاشات ثورية، مناظرات سياسية. استمعوا إلى برنامج من قلب سوريا الحدث على الأمواج الحرية السورية. مرحبا أعزائي، أنا اسمي نهى. نحن بنعرف أنه الأقليات العرقية والدينية كاملة تشكل ما يقارب 50% من السكان، وقد تعرضت هذه الأقليات لأنواع مختلفة من الاضطهاد والاستبعاد من قبل النظام الدكتاتوري الحاكم في سوريا الآن، بهدف إبقاء هذه الأقليات خاضعة وتابعة لما يدعوه النظام وما بين قوسين مصالح الأقليات مع النظام، حتى يتم استقصائهم عن باقي مكونات المجتمع السوري المتبقية، ألا وهي الشريحة السنية، لخلق المزيد من الانفصالات في المجتمع السوري. ضيوفي الكرام بشكركم أسامة أدور، سبا خضور والأستاذ إبراهيم. مرحبا من أمواج الحرية السورية. سؤالي لك مدام سبا، ما هو الدور الذي لعبته الأقليات بالمعارضة من بدء الثورة وحتى الآن؟ تحياتي لكم كلكم والرحمة لشهداء الثورة السورية. نحن بنعرف إنه من بداية الثورة كانت الثورة سورية ولا زالت، فكان مشارك فيها كل أبناء سوريا، أقليات وأكثريات من كل الطوائف. يوم الشرارة 15 آذار كان عم يصور المظاهرة شاب علوي وقال إنه هاي نحن كلياتنا طالعين سنة ومسيحية وعلوية. نعم. كان في مشاركات للأقليات كتير، مثلا باعتصام الساحة بحمص، يعني مشهور اعتصام الساحة، كان في وجود كتير كبير للأقليات. مظاهرة الميدان برز البلد وبالقابون كان في كتير أقليات، وبخص أنا يعني بما أني علوية أنا بعرف وين نشاط العلوية كان بشكل عام يعني، وأكيد كل الأقليات كانوا مشاركين بهاي الأحداث، يعني بهاي المظاهرات. بعد فترة كان السلاح القوي والأساسي للنظام هو إشعال الفتنة وإدخال الخوف على قلوب الأقليات، لأنه هن الأقليات كانوا درعوا الواقي اللي بيحتمي خلفهم. فعملوا بقوة على تخويف الأقليات من الأحداث اللي عم بتصير، وصار في بعض الأعمال الطائفية على هامش الحراك، صار في أعمال من قبل النظام أو ردات فعل على العنف اللي استخدمه النظام مع المظاهرات ومع الثورة. بس النظام حاول يظهره كأنه هو المجرى الأساسي هو الحراك، يعني إنه هي الأعمال الطائفية من خلال الإعلام أو من خلال بس الرعب بيناتهم. كان مثلا في ناس يقولوا لي إنه في سيارات كانت تمشي بالحواري تنادي على الجهاد، كانوا يطلعوا على الجوامع ينادوا على الجهاد، ومن ناشطين بالأرض من حمص مثلا كانوا يحكوا لي إنه النظام إنه كان يعمل هيك شغلات. حتى أسلحة كانت تنحط قدام الجامع ويطلبوا من الناس إنه تاخدها عشان يسلحوا الناس يعني. فكل هاي مظاهر الفتنة والطائفية اللي صارت على الأرض خوفت الأقليات، خليتهم يحسوا إنه اللي عم بيصير ما هو ثورة للحرية، هو حركة إسلامية أو متطرفة دينيا المقصود فيها هن الأقليات كأقليات. فهيك قدر النظام يعمل مثل حد لمشاركة الأقليات بالثورة. نعم، طبعا النظام هو الفاعل الأكبر على تشجيع حمل السلاح بالبلد. طبعا بعدين كانت كلياتنا بنعرف كيف بلشت الثورة، مظاهرات سلمية، يمشوا بالشارع، وفي أماكن كانوا يطلعوا حاملين الورد مثلا، بس تواجهت بالعنف الشديد. يعني مثلا درعا كانوا الناس طالعين مظاهرة سلمية وانشق 400 واحد لما حاول النظام يستخدم العنف ونزل جيشه على مظاهرات درعا. فالجيش في 400 منهم لقى انه ما بيقدروا ان يضربوا متظاهرين سلميين، ف 400 واحد انشقوا والتجأوا لداخل درعا. وإذا بتتذكروا أيام النظام حاصر درعا وضل يقصفها لحتى قدر يحصل على 400 واحد طبعا ميتين. فيعني العنف بيولد العنف. أكيد.
طيب أستاذ أسامة، شهد الشعب الكردي القهر والتمييز العنصري كتير، لكنهم ما زالوا ناشطين على الأرض وأعلنوا رفضهم للنظام وسلطته. ونحن اليوم بنشهد أنه كل يوم في مئات من الناشطين السوريين، بينهم دروز، علويين، مسيحيين، عم يضطهدوا كل يوم لمجرد محاولاتهم لبناء سوريا الحديثة. أنت شو رأيك؟ ما هي مخاوف الأقليات ما بعد مرحلة الأسد؟ مساء الخير لكلكم، لك نهى ولضيوفك ولمستمعينك. بس حابب اول شيء قبل ما أجاوب على سؤالك هذا بدي اجاوب على السؤال الاول اللي طرحتيه على زميلتي صبا عن موضوع الاقليات اذا سمحتي. بتخيل انه كان في من بدايه الثوره كان في نوع من الصراع الخفي بين الأقليات من جهة وبين هذا النظام من جهة. النظام كان عم يحاول على الشكل مستمر وبشكل حثيث أن يبعد الأقليات، أو خليني أسميها المكونات السورية، عن شارع الثورة، حتى يسهل على النظام أن يوصفها بأنها حرب، بأنها ثورة طائفية أو هي ثورة دينية، لأن وجود الأقليات أو وجود المكونات الأخرى غير العرب السنة أو غير الإسلاميين أو غير المسلمين كان راح يكون صفعة كبيرة للنظام، لأنه هذا بينفي كل أقواله وكل ادعاءاته وفبركاته أنه هاي الثورة هي ثورة طائفية لطائفة معينة تجاه طائفة أخرى معينة. لذلك كان هذا الصراع بشكل حثيث ومستعر ولكن بشكل مخفي بين النظام والأقليات. هذا ما فعله النظام. أما الأقليات كانت دائما المكونات السورية تحاول أن تظهر وتظهر بأنها يعني موجود في قلب الثورة، وأنها نبض الثورة، وأنها في الشارع. لذلك كنا نشوف دائما المتظاهرين المسيحيين يخرجوا من جوامع، عندما تبدأ المظاهرة من الجامع ترى المسيحيين والمسيحيات جنبا إلى جنب مع زملائهم وأصدقائهم. لذلك أنا حابب أقول هاي الفكرة، يعني حتى ألخصها، أنه هناك كان في حرب حقيقية بين الطرفين، كل واحد عم يشد لطرفه. النظام ما بده الأقليات تشارك لأنها تناقض فكرته اللي مفادها أنه هاي الثورة ثورة طائفية، والأقليات أيضا كانت تحاول دائما تفوت بالثورة وتشارك فيها، تقول للعالم وحتى تقول لشركائهم في الوطن أنه يا جماعة نحن كمسيحيين أو نحن كدروز أو نحن كعلويين أو أي مكون آخر أو أكراد أو أشوريين، نحن في الحراك، نحن في الثورة، نحن في قلب هذه الثورة. ليس صحيحا ما يقوله هذا النظام أنه هو حامينا، إن النظام يحتمي بنا. النظام عم يحتمي بالأقليات لحتى يبرر للعالم أنه أنا إذا رحت أو إذا غادرت السلطة هاي الأقليات رح تروح ورح تكون نهايته. طبعا هذا الكلام كذب، وهذا أكبر دليل وأكبر إثبات أنه نحن بعد 18 شهر من الصراع الدامي في سوريا ولسه على العالم تطلع لبرا بتقول واحد 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 والشعب السوري واحد. شو هالشعب الجبار هذا؟ شو هالشعب الجبار؟ أنا تفاجأت كتير، أنا تفاجأت بالسوريين. لك أنا ما كنت أفتخر أني سوري، كنت أكره حالي لأني سوري. صرت أشعر بفخر لانتمائي إلى هذا البلد، لأنه شفت العالم كيف عم تفكر. أنا ما عم برسم صورة يعني فانتازي كتير جميلة، في أخطاء، في تجاوزات، وهذا مفهوم. أنا ما عم برر، ولكن 18 شهر من العنف 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 حكما ستؤدي إلى عنف مضاد أو عنف مقابل من الطرف الآخر. تعقيبا على كلامك عن الشعب السوري جبار والأخطاء، فأنا بعتقد أنه الأخطاء صح، يعني ممكن أنه تكون جدا مؤلمة كثير من العالم وعم يكون فاتورتها أرواح، بس كمان نحن لازم نطلع هاي الأخطاء ونتعلم منها للمستقبل، أحسن ما نضل بس نحط ورانا وما نطلع لورا ونقول خلص هذا الشيء مرق وراح. لا، بدنا نرجع للشيء المرق وراح ونستفاد منه بمرحلة بناء سوريا. طيب كمان سؤال لك أسامة، موقف الأقليات من الإسلاميين؟ أنا كوني مثلا في عضو المجلس الوطني السوري، وأنا أمثل كتلة المنظمة الأشورية الديمقراطية اللي هي أحد أكبر الأحزاب السياسية والمسيحية خلينا نقول في سوريا. حقيقة قبل ما نجاوب على السؤال لازم نعرف ما هي قوة الإسلاميين وفعاليتهم على الأرض. هل هناك فعلا حراك إسلامي على الأرض في سوريا؟ في مبالغة حقيقة في توصيف حجم القوة للإسلاميين في سوريا. أعتقد أن هناك مجموعة الإخوان المسلمين اللي هي مجموعة فاعلة وتضحياتها في سوريا، لكنها يعني فصلت عن الواقع، لأنه قانون الإعدام، قانون 49 المشؤوم اللي كان يقضي بإعدام من ينتمي إلى الإخوان المسلمين، فصل أدى إلى حدوث ما يشبه الشرخ بين القوى الإسلامية والشارع السوري. يعني الشارع السوري ارتقى
بتفكيره وبقبول الآخر، استيعاب الآخر. رسم صورة وطنية لسوريا تجاوزت حدود الطوائف والمذاهب والملل. أنا صار لي طالع من سوريا 2.5 سنين تقريبا، طلعت بال 2010. ما بتخيل أنه شفت أنا خلال حياتي بسوريا هذا النوع من الشارع الإسلامي، خليني أسميه العريض في سوريا. لا. الشق الثاني من سؤالك نهى هو أنه هل هناك مخاوف من الإسلاميين؟ بالحقيقة نعم. نعم، هناك بعض التجاوزات، بعض المظاهر غير المريحة بدأت تظهر مؤخرا. يعني في بعض العبارات، في بعض الشعارات، في بعض يعني مشاهد. ولكن أنا أعتقد كلما طالت هذه الأزمة في سوريا كلما زاد العنف وكلما زاد التطرف. يعني قدما بشار الأسد طول وهو عم يقتل العالم، راح يكون في بيئة خصبة، بيئة خصبة للتطرف، لأنه اللا استقرار والقمع والفقر كلها بتولد بيئة خصبة ينمو فيها التطرف. فأنا بتخيل كل ما عالجنا الأزمة بسرعة كانت النتائج أفضل. تمام. أستاذ إبراهيم، ممكن تعطيني تعقيب على كلام مدام صبا والأستاذ أسامة من خلال استماعك لهم عن موقف الأقليات من الإسلاميين ودور الأقليات بالثورة؟ ايه اكيد. شكرا لك نهى، وطبعا برحب بصبا واسامه. بعتقد انه انا بتفق مع غالبيه اللي كانوا عم بيقولوه اسامه وصبا. بدي بس نقطه صغيره. احيانا كثير نحن بنخلط بين موضوع الاسلاميين والسنه، وعندما تتكلم الاقليات عن الاسلاميين لا يعني اننا نتكلم عن السنه او عن من ولد في بيئه سنيه او من يؤمن بمذهب السنه، لانه الاسلاميين بالنهايه هن مجموعه من الناس اصحاب رؤيه سياسيه معينه يحاولوا تطبيقها بالمجتمع. النقطة الثانية إنه ما بعتقد في أي مشكلة، رغم أنني أنا لا أؤمن بهذا، بس ما بعتقد إنه في أي مشكلة إذا كان أي حدا عنده رؤية أو برنامج ينطلق من شرعية دينية ويحاول الوصول إلى السلطة. هذا أمر ما بيضر أبدا، وهذا أمر بتسمح فيه الديمقراطية. والتجربة التركية غير بعيدة عنا، لا كثقافة ولا حتى حدود جغرافية. ما دام هناك قوانين وما دام هناك وعي عند الناس وما دام هناك مؤسسات مجتمع مدني، إذا ليصل إلى السلطة من يصل، ما دام هو ما بيقدر يتفرد بالسلطة. أنا صاحب برنامج معين، صاحب رؤية معينة أطرحه للمجتمع، المجتمع ينتخبني، ما حدا يمنعني تطبيقه أو الوصول له، ما دام هو مبني على أطر قانونية واحترام الجميع واحترام الأفراد والأقليات والأديان والمذاهب وإعطاء الجميع حقه. بدي أضيف شغلة يعني عزيزي إبراهيم، أنا ما قصدت إنه يوصل المسلمين إلى السلطة، لا، أنا عم بحكي عن الإسلاميين كمشروع سياسي، كحزب سياسي. وماذا شو بيضمن لي إنه إذا وصلوا الإسلاميين للسلطة ما بيغيروا القوانين وبيغيروا الأنظمة؟ أنا على هي النقطة كنت عم بحكي عن الإسلاميين بالمفهوم السياسي، يعني كحزب سياسي، وليس إسلاميين يعني مسلمين سنة، مش هيدا قصدي أكيد. ايه، انا عم بعلق على الموضوع، على موضوع انه يصل حزب اسلامي. ما دا التخوف تبعك نقدر نحله مثل ما قلت، موضوع القوانين والمؤسسات والوعي عند المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني. يعني هي في عنا نحن حتى تجارب ناجحه. يعني نحن ما بنقدر نقول انه يمنع وصول حزب يرى بمبادئه او تكون مبادئه منطلقه من مبادئ الشرعيه الاسلاميه او الشريعه الاسلاميه. ليش لا؟ ما دام هناك قوانين للضبط، لا يستطيع التفرد بالسلطه، لا يستطيع تغيير الدستور طبعا الا بما تنص عليه القوانين. فليش نحن اللي حتى نمنعهم ما دام هن انا حزب سياسي وعندي رؤيه معينه، مع اني انا لا اؤمن بهذا الامر. انا عم بقول لك بس انا ادافع عن من يرى هذه الرؤيه، لانه بالاخير من حقه ان يطرح برنامجه، وبالاخير الشارع هو اللي بيحكم وبيختار. بالضبط. الخوف من وصول الإسلاميين إلى السلطة ما هو بس خوف المسيحيين أو خوف الأقليات، هو حتى خوف المسلمين المعتدلين. يعني المسلم العلماني أو المسلم الليبرالي أو المعتدل أو شو بدنا نسميه ما بعرف، أيضا يخشى من وصول تيارات إسلامية متطرفة السلطة، وبالتالي ممكن أنه تعمل على مثلا الحد من الحريات العامة. هل تعتقد أسامة أنه وصول الإسلاميين، تعتقد أنه وصولهم للسلطة ممكن انه يحد من الحريات العامه الموجوده بالمجتمع السوري؟ في مخاوف عن بعض النخب المسيحيه والنخب حتى الليبراليه، وانا شخصيا عضو في الائتلاف العلماني السوري، وهناك مخاوف في هذا الائتلاف العلماني انه اذا وصل الاسلاميين الى السلطه وكانوا مثلا عملوا اغلبيه مثل ما صار بمصر، ممكن انه يعدلوا الدستور او يعدلوا القوانين بحيث انه تتطابق وتنسجم مع رؤاهم، وبعدين بيتركوا السلطه. يعني تبقى
قوانين مثل ما هن ثبتوها غير قابلة للتغيير، هذا هو التخوف، أنه يصلوا إلى السلطة لمرة واحدة، يغيروا القوانين ثم يتركوا السلطة، يغادروا السلطة وتبقى القوانين مثل ما هن تركوها، وهذا هو عم يخوف. نعم طبعا ما في مجال أبدا أنه القوانين تنحط وما تتغير، كل شيء بيتغير. إذا هلا النظام رح يتغير إن شاء الله هي قوانين تنحط وتتغير. المشكلة مو بالنظام إذا كان إسلامي أو مو إسلامي. أنا ما عندي مانع إطلاقا شو اسمه النظام القادم، أنا اللي بيهمني إنه فعلا يحافظ على الحريات، وما يصير مثل ما قال الأستاذ أسامة تراجع بهذا الشيء، إنه يقلل من حريات كتير كنا أخذينها وعايشينها نحرمها تحت نظام إسلامي، لأنه العامة بيخافوا من نظام تاني مثل أفغانستان مثلا، لأنه المظاهر اللي عم بتصير حاليا بالثورة، المظاهر الإسلامية، عم بصير في مظاهر كتير متشددة. مثلا وحدة ماشية بالشارع بالرغم انها معارضة، بس لأنها ماشية مو مغطية شعرها ممكن كتير تسمع كلام انه ايامكم قربت مثلا. ما بعتقد انه هذا الشيء ممكن انه قابل يصير او يتطبق عنا بسوريا. بسوريا في عنا شريحة المسلمين متدينين وكذا، بس بنفس الوقت هن كتير متداخلين بالمجتمع السوري وبالأقليات الثانية. بعتقد انه السلطة مو ممكن تقطع هذا الحاجز، او ممكن انه تفرض إسلاميات على جميع أفراد المجتمع السوري. بس أنا بدي أعطي مثال صغير نوها. هلا اللي صار بمصر مثلا، حتى المجتمع المصري اللي هو مجتمع مسلم بأغلبيته الساحقة ما كان راضي على أنه تتحول الدولة إلى دولة إسلامية، لأنه اصلا هن ثاروا ضد النظام لانه كان يمنع حرياتهم، فكيف يسمحوا لمجموعه جديده تحت اسم اخر وتحت رايه اخرى انه تحكمهم ايضا بالتقليل من حريتهم؟ طبعا انا بستبعد هذا الشيء بيصير بسوريا، لانه انا حسب خبرتي، يعني ما عندي هالخبره كبيره اكيد، انا عمري 35 سنه، بس حسب خبرتي في حياتي بسوريا حتى المتدينين اللي بنسميهم يعني اكسترا متدينين بتحسيهم منفتحين وبيتقبلوا الآخر وما عندهم أي مشكلة. نعم. أنا برأيي أنه التطرف غير مرتبط بأي برنامج. ربط التطرف فقط بالإسلاميين هو ظلم الإسلاميين. أنا شخصيا أؤمن بعلمانية الدولة، ولكن أحيانا أيضا أرى أن العلمانية قد تصل لمرحلة من التطرف أبغض من التطرف الطالباني. يعني بعد النهاية وصل واستطاع أن يغير القوانين ويستفرد بالسلطة تحت طبعا غطاء العلمانية. فالمهم إذا في المجتمع هو وجود مؤسسات وأطر قانونية ومجتمع يكون الناس فيه صاحيين فاتحين عيونهم، ومثل ما بيقولوا يعني إنه صاحيين للدولة، صاحيين لأي نظام عم بيحكم، بيعرفوا تماما شو عم بيختاروا، ويكون في مؤسسات بهالمجتمع، مؤسسات مجتمع مدني عم بتوعي هالمجتمع باستمرار لحقوقه، واي شيء ممكن عم بيكونوا عم بيحاولوا يلعبوا فيه السياسيين. هلا نحن اذا اخذنا على السريع تشكيله المجتمع السوري، نحن عندنا تقريبا 75 ل 75 من المجتمع سنه، فاذا نحن فرضنا انه من كل اثنين سنه في شخص متطرف بالشارع، يعني نحن كل ما بيجتمعوا اثنين سنه في واحد بيناتهم متطرف. نعم. فهذا الحكي يعني تقريبا 35%. 35% غير كافي لانه يقدروا يهيمنوا على مؤسسات الدوله والبرلمان والمؤسسه الرئاسيه وما الى ذلك ويستفردوا بالسلطه. تركيبه المجتمع السوري ما بتسمح لاي طرف انه يقدر يتفرد بالسلطه. يعني احنا عندنا اغلبيه سنيه، ولكننا اول شيء مثل ما قلنا ليست كلها ذات راي سياسي واحد، مو كلاتهم عندهم نفس البرنامج او نفس الرؤيه السياسيه، تنبعوا من نفس المصدر، فلا يمكن انه يصل اي طرف يقدر يفرض رؤيته على المجتمع. صبا، هل تؤمنين بإقامة الدولة العلوية؟ وهذا يعني هل تؤمنين بتقسيم سوريا؟ إذا بدك مش أنا كمان أطلب دولة. يعني أنا بشوف إنه هي يعني فكرة مخيفة فعلا. يعني ما بعرف مين روج للفكرة هي بالأساس، نظام ولا توالي الأحداث أو هيك شيء، بس هاي فكرة فعلا كتير بعيدة. ومن ضمن الأحداث اللي صارت بالثورة وصار حكي عن أيام صالح العلي وكيف عرضوا عليه إنه يقسم الدولة، ياخذ دولة علوية الفرنسيين، ورفض. يعني التقسيم مرفوض بأشكاله، لا يمكن نتخيل سوريا مقسمة، ولا يمكن نتخيل إنه في حدود بين الساحل والشام. أنا قلبي بالشام، يعني الشام كلها مشكلة من كل الأطياف والطوائف. مثلا سوريا إلنا كلنا لكل السوريين. أنا قلبا وقالبا ضد التقسيم، وكل سوري حر أكيد ضد التقسيم. طب إبراهيم، هل تعتقد أنه في عودة للإسلام السياسي من خلال أو من بعد الثورة السورية؟
ما بعتقد إنه الإسلام السياسي كان له دور كبير بسوريا بيوم من الأيام بالمستوى اللي الناس عم بتخاف فيه منه. في إسلام عندنا نحن، الإسلام الشعبي اللي هو الناس المتدينين اللي بيحبوا الإسلام تبعهم، اللي هو ممكن بيعطي صبغة لحياتهم اليومية، بس مو هو الإسلام المتطرف اللي بنخاف منه. يعني نحن الإسلام تبع تكبير الله أكبر، تبع يا الله ما لنا غيرك يا الله، هذا الإسلام اللي بيعطينا فعلا نحن اللي بنستمد منه مثلا منظومتنا الأخلاقية، الشيء اللي بيعطينا دفع معنوي خصوصا بمواجهة عنيفة ودامية مثل المواجهة اللي عم بتمر فيها هلا. أي إنسان بحاجة لأمر يرفع له معنوياته وإيمانياته لحتى يقدر يصبر بهيك مواجهة. فأنا برأيي مو كل شيء نحن بنشوفه بمقاطع اليوتيوب أو بالمظاهرات، يعني مو كل كلمة هي فعلا مقصودة. حتى أحيانا بيكون هناك ردات فعل غضب أو ردات فعل عنيفة ضد مثلا حادثة دموية أو ضد مجزرة. ما بعتقد إنه الشعب السوري عنده هالرؤية هي. مثل ما قلت لك، هو عنده الإسلام المسالم، الإسلام اللي هو أقرب للإسلام فعلا، يعني كما أرى ببرنامجه الحقيقي، اللي هو دين يدعو للحريات وللعدالة وللكرامة، وليس هو الإسلام المتطرف الذي يخشى منه. في سوريا طبعا موجود بنسبة ضئيلة، العنف عم بيزيده، الإسلام متطرف، ولكنه لا أعتقد أنه سيكون له دور في سوريا المستقبل. سؤالي لإلك صبا، هل تعتقدي إنه حوادث العنف بلشت بالظهور؟ ومين هن مروجيها أو القائمين عليها سواء داخل سوريا أو إعلاميا خارج سوريا؟ مع بداية ازدياد العنف في مواجهة المظاهرات، بلش العنف من قبل السلطة، ومع ازدياد هذا العنف بلشت تظهر حوادث عنف طائفي. أول شيء كانت تبلش يعني يعني كانت ناس تقول إنه هاي المظاهر، هاي حوادث العنف عم بتصير على إيد النظام. في شغلات كتيرة صارت مكررة، مثلا بتذكر الناس بأيام الأحداث الثمانينات، مثل الاغتيالات اللي صارت لدكاترة معروفين بالجامعات، أو دكتور زرة، بتذكر أوس خليل مثلا. كل هاي الحوادث صارت تذكر الناس طبعا بهذيك الأحداث، مشان هيك كانت الناس تتخوف من اللي عم بيصير على الأرض. صارت تزيد أحداث العنف الطائفي، مو معروف تماما شو جهة مين الناس اللي عم يعمل هاي الأحداث هلأ حاليا. في ناس بتقول السلطة، وفي ناس بتقول الطائفيين أو المتشددين إسلاميا بالأرض، على الأرض. بكل الأحوال هاي الأحداث صارت مثل ردة فعل على العنف اللي عم بيصير. طبعا كلياتنا بنعرف انه النظام استخدم عنف طائفي شديد، يعني صار يقتل بايد طائفيه مشان يولد هذا العنف عند الناس وهالكره هذا لكل شيء اسمه علوي، لانه صار يقتل بايد علويه. يعني كل مثلا الحواجز حمص، كان في كل حواجز حمص عساكر علويه بيحكوا باللهجه العلويه، ومعهم صلاحيات انهم يحكوا باي مستوى هنا بدهم اياه، مهما كان متدني يعني مع الناس، يتعاملوا باي طريقه مع الناس. وانتشرت بالفيسبوك مثلا وعلى صفحات الانترنت فيديوهات العنف الطائفي من قبل النظام، اللي استخدمه النظام، انه الناس صارت تشوف انه اللي عم يقتلونا هن علويه. ففي كتير ردود افعال صارت على الارض، او في بعض ردود الافعال خلينا نقول على هامش الثوره، صارت ردود افعال انتقاميه طائفيه. بس انا بعرف وانا مؤمنه تماما، وانا بعرف انه متى ما انتهى هذا العنف، متى ما انتهى السبب، رح تنتهي النتيجه. نحن السوريين طبعا ما لنا عنيفين يعني. سبب تعتقدي انه هاي الحوادث اللي عم تحكي عنها حصلت لانه حصلت ضد العلويين لاعتقادهم الديني، ولا لانه النظام متمثل بالطائفه العلويه؟ طبعا اول شيء بلش لانه كثير ناس كانت تفكر انه النظام علوي والنظام بده يقتلنا، فكان يصير في ردود افعال بسبب هيش. بس بعدين مع تطور الاحداث وازدياد يعني القمع، وبنفس الوقت ظهور فئات جديدة تانية متطرفة بالثورة، بظن انه صار بعض الحوادث اللي عم ينقتلوا فيها العلويين بس لأننا العلويين للأسف. نعم. أسامة إبراهيم، تحبوا تعقبوا على هذا السؤال؟ بتخيل انه مثل ما قالت سيبا، العنف يولد العنف، وفي حدا اجى لعند النظام قايل له اعطى النظام وصفه طبيه للقضاء على الثوره تتلخص بكلمتين: العنف الطائفي. قديش ما حاولتوا تبثوا العنف وتعسكروا الثورة رح يكون في سهولة كبيرة في القضاء عليها، وقديش ما عملتوها طائفية فرح
العالم تتقاتل مع بعضها وتضيع البوصلة اللي هي اللي هو هدفها إسقاط النظام. بتبلش العالم تسقط بعضها وتقاتل بعضها عوض إسقاط النظام. فالعنف الطائفي كانوا كلمتين هم الحل للنظام لحتى يخلص من الثورة. لذلك من البداية اشتغل عليهم واشتغل عليهم بذكاء وذكاء خارق، وما نراه اليوم في الشارع هو للأسف يعني نتيجة لهي. للأسف أعتقد أن هناك حقا مشكلة طائفية كانت قبل وصول النظام السوري بشكل ضعيف، كانت طبعا عم تختفي مع تطور المجتمع المدني في سوريا. عزز النظام واختبأ خلفه وأخذ الطائفة العلوية والأقليات كدرع بشري. هالمشكلة هلأ عم تكبر مع تزايد العنف. هي إحدى جبهات المعركة الأساسية في سوريا حاليا، موضوع الطائفية، وهي دور المثقفين والناشطين جميعا. مثل اليوم قريت مقالة صغيرة لسمر يزبك عم تدعي جميع الناشطين انه يختلطوا سواء بالمسلحين او بغير المسلحين، اللي عم بيعملوا اخطاء طائفية واللي ما عم بيعملوا، لحتى نقدر كلياتنا نخلق فعلا مجتمع ونقدر ننظف كلياتنا سوا لحتى نصل لبر الامان، لان المشكلة موجودة ولا يجوز ان ننكرها ابدا. شكرا كثير لك إبراهيم. كمان اسمحي أنا لي نهى، تفضلي. اسمحي لي اضيف باختصار، لانه بما انه عم نحكي عن العنف والعنف الطائفي وكان في حدا بسوريا، شمعة هيك مضيئة بسوريا حاولت تنير طريق قدام العالم لحتى لا تمشي بطريق العنف. غياث مطر حبيبنا الشهيد الغالي اللي علم شباب سوريا كيف بتكون اللا عنف، المطالبة بحقوقك بالمي البارد. كان عم يعلمنا رسالة كبيرة كتير غياث مطر، للأسف ما قدرنا نتعلم. الله يرحمه. الله يرحمه. بيضل دائما ببالنا وقلوبنا، وإن شاء الله شي يوم بركي بنقدر لما كنا نرجع على الشام نتلاقى بابنه بغياث جونيور. سبا كنتي حابة تقولي؟ أنا كنت حابة أقول إنه طبعا كل هذا الحكي اللي عم نحكيه نحن ما عم نبرر حدوث العنف الطائفي، وما عم نبرر حدوث الطائفية اللي عم بتصير على الأرض. النظام ما طائفي أبدا، النظام استخدم الطائفية لمصلحته. والنظام لو انه طائفي كان بيكون مثلا ممكن يحمي الطائفه العلويه، بس هو النظام ما موجود ليحمي الطائفه العلويه. النظام استخدم الطائفيه لحتى يحمي نفسه بالطائفه العلويه. فاذا كان النظام عم يستخدم هي الطائفيه، نحن مو من مصلحتنا ابدا انه نكون طائفيين. وانا بحب اوجه رساله خصوصا لكثير من مثقفينا للاسف اللي انجروا ورا النظام وصاروا طائفيين. يعني شيء مذهل عدد المثقفين اللي تحولوا لان يضربوا بايد طائفيه. فانا بقول للناس كلها اللي مع الثوره، اللي بتحب فعلا سوريا من قلبها، يعني لا يمكن نحب الوطن وندعم الطائفيه. تمام. بتدعم الطائفيه عم تدعم النظام، ما في مجال. ما بدك تدعم النظام لا تدعم الطائفيه. يعني هي معادله ما في ابدا، ما في لها ثالث، لانه ما في حل. يعني حتى لو بدي يفترض مع الناس كلياتهم انه فعلا الطائفه العلويه كلياتها بتدعم النظام، شو الحل؟ تمام. شكرا كثير لك صبا. بما انك انت عم توجهي رساله لسوريا كلها، بحب اسالكم ضيوفي الكرام انه شو هي الرساله اللي بنوجهها اليوم حتى يصير شعب سوري واحد، نبني سوريا مع بعضنا البعض. سوريا الغد هي لكلياتنا، ما فيها إقصاء، ما فيها إلغاء، ما فيها لا أغلبية ولا أقلية ولا أكثرية ولا ما مدري شو. نحن سوريين على قدم المساواة، كلياتنا بنشبه بعضنا بالطول وبالعرض وبالحقوق وبالواجبات وبكل شيء. لا مجال لا لتقسيم سوريا ولا لتفتيت الشعب السوري. سوريا راح تكون بكرة أجمل وأحلى من دون بشار، وأجمل وأحلى لما بيكونوا كل الأقليات والمكونات عم يزينوا هاي اللوحة الكبيرة. قوس قزح لو كان بلون واحد ما كان بيصير حلو. أكيد طبعا نحن هذا هدفنا، أنه نوصل للقلب المؤيد قبل المعارض لحتى يسمع صوتنا، انه نحن ما هدفنا نخرب سوريا ولا حتى نستولي على سوريا، نحن هدفنا انه نبني سوريا مع بعض. صبا الكلمة لإلك. انا كمان بحب اوجه رسالة لكل الصامتين، لكل السوريين، انه النظام رايح بس انتم باقيين. فكروا بمستقبل اولادكم، والحريه جايه لنا كلنا، ما راح تكون حريه لواحد وواحد، ما بصير. سوريا راح تكون حره ولكل السوريين، وفيهم احلى مثل ما قال الاستاذ اسامه، فيهم كلهم. هو هذا التنوع الحضاري الجميل نحن لازم نحافظ عليه. وهلا هن بيقرروا شو هي سوريا المستقبل. رفعوا اصواتكم وانقذوا الناس اللي عم تموت كل يوم بالمئات. شكرا. ابراهيم معك. لا وجود لسوريا التي نعرف بدون جميع المكونات تبعها. لا يمكن أن نصل لسوريا التي نحلم والتي قامت لأجلها الثورة من دون جميع المكونات والطوائف والأقليات العرقية والدينية والمذهبية.
بالنسبة لمن يتخوف أن لا يكون له مكان في سوريا المستقبل، بنقول الساحة مفتوحة للجميع. لا يمكن أن تقف موقف سلبي وتتنكر للثورة ومن ثم تقول لا مكان لي في هذه الثورة. الثورة للجميع وسوريا للجميع، لذلك قامت الثورة وإلى هناك ستصل إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لكم ضيوفي الكرام، بشكركم أسامة، أدوارد، صبا خضور وإبراهيم. النقاش كان جدا غني وأنا كتير استفدت. شكرا لكم إغناء المعلومات. شكرا لحضرتك. شكرا نهى. سلام. أنا نهى، كنتم تستمعون إلى برنامج من قلب سوريا الحدث، نقاشات ثورية، مناظرات سياسية على الأمواج الحرية السورية.